السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير. مرحبا بكم في قناة يونس مسلم. نتمنى لكم الصحة والسلامة والعافية وتكونوا بخير وعلى خير وتكونوا ناشطين. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم وصفة فريدة من نوعها، كتخص الرجال والنساء، مخيرة بزاف. تهضر مع الناس اللي مزوجين، الازواج، الرجال والنساء. غتسخنكم في هذا البرد، وان شاء الله تعطيكم واحد القوه وواحد الرغبه، وغتوليو ان شاء الله بخير وعلى خير، وكتعالج بزاف ديال المشاكل غنتكلم عليهم ان شاء الله في هذا الفيديو. اللي كيشاهد قناه يونس مسلم اول مره، نتمنى تشارك معايا باش تستافد ان شاء الله. ديروا شي لايك للفيديو باش تشجعوا قناه يونس مسلم. قبل ما نبدا ان شاء الله غادي نتكلم لكم على المنتوج ديالي. كنبغي ندير ليه اشهار. تركيبه ثنائيه بالنسبه للناس اللي كتعاني من المشاكل الزوجيه، يعني حل جميع المشاكل الزوجيه باذن الله تعالى وبركاته. اللي مهتم غنخليكم الرقم ديال الواتساب يتكلم معايا. مرحبا الف مرحبا. والتركيبه الثنائيه راه حققت واحد النجاح كبير تبارك الله، والناس كلهم تعالجوا بفضل الله سبحانه وتعالى على يدي، بفضل الله سبحانه وتعالى. هنا كاينه 30 عشبه، وهنا مساج مصاوب من خلاصه الاعشاب والزيوت الطبيعيه، شي حاجه لي كاليتي، وان شاء الله راه ما تندموش ان شاء الله على هذا المنتوج هذا. غادي نبداو ان شاء الله. غادي نتكلموا على الوصفه اللي غادي نقدم لكم اليوم ان شاء الله. غادي نتكلموا على واحد العشبه راه تقريبا كلكم كتعرفوها. هذه ماشي عشبه، انما هي بذور الرشاد او حب الرشاد، وعنده اسم اخر الحرف. هذا الحرف هذا قالوا الناس زمان، قال لك كل حرف ونقص من الجرف. هذا الحرف هذا سبحان الله العظيم عنده واحد الفائده عظيمه بالنسبه للنساء والرجال، مفيد جدا. يعني كيسخن في البرد، كي الا عندك الكوليسترول كيقضي على الكوليسترول، كينقص الوزن الزائد. مزيان دوك النساء اللي عندهم مشاكل في البويضه، يعني عندهم مشاكل في البويضه صغيره، كيكبر البويضه. بالنسبه للرجال كيقويهم، كيزيدهم في الرغبه، كيزيد في الخصوبه، كيزيد في السائل، كيسخن، شي حاجه اللي واعر بزاف. وكيطلع من الهرمونات، يعني بالنسبه للراجل كيتحفز عنده هرمون تستوستيرون، بالنسبه للنساء كيتحفز عندهم هرمون الاستروجين. كذلك اللي عنده خلل في النظام، يعني في النظام ديال الدوره الشهريه، يعني عنده خلل، يعني عنده ما مريقلاش، سبحان الله العظيم هو كيحل هذا المشكل هذا. وراه غادي يفيدكم هذا حب الرشاد هذا. حتى اللي عنده مشكل ديال الشهيه، مثلا عنده الشهيه مسدوده، راه كيفتح الشهيه، ومزيان الجهاز الهضمي، كيقوي الجهاز الهضمي. طريقه الاستعمال ديالو، بغيتي تخلطو مع العسل الحر، بغيتي تستافد منه، يعني بجوج طريقات. يعني اما تخلطو بالعسل الحر، اما ديرو مع الحليب سخون. جوج طريقات. دابا بالنسبه اللي فيه السكر، طريقه الاستعمال ديالو كل صباع على الريق كياخذ تقريبا نص معلقه صغيره، كيديرها في كاس ديال الحليب سخون، ويخليها تطلق مزيان واحد نص ساعه ديال المكانه ويشربها. وبالنسبه اللي هو ما فيش السكر، والله يستر اي واحد، الله ينجيه، واللي مريض الله يشافيه. طريقه الاستعمال هو غادي نجيبوا واحد القنينه خاويه. عندنا هنايا 150 غرام ديال حب الرشاد، 150 غرام. غادي نديروه في القرعه. بسم الله. قلت لك ان شاء الله هاد حب الرشاد راه كاع اللي جربوا راه غادي يشكرني عليه بزاف، راه فيه واحد الفائده عظيمه، مخير. من بعد ما درنا حب الرشاد، ها هو تندبر شي قرعه تكون خاويه، وكنديروا فيها حب الرشاد باش نخلطوه بالعسل. كما قلت لكم 150 غرام. اتونسيون وحذاري، هذا ما كيتطحنش. حب الرشاد ما كيتطحنش. حب الرشاد اللي طحنوا كيطحنوا، يعني هو الشعار ديالو حب الرشاد هذا. قال لك انا حب الرشاد اللي طحني كنطحنو، حيت هو ملي كطحنو مر بزاف غيفرعك في الجهاز الهضمي. دابا طريقه الاستعمال هو غادي نضيفوا عليه العسل الحر باش غادي نخلطوه. وبالنسبه للكميه ما نقدرش نقول لكم شحال، انت عينك ميزانك، يعني غادي تخوي شويه ديال العسل بحال هكا. بسم الله. وغادي تبقى تخلط. المهم عينك ميزانك، ما يكونش ما يجيش جاري، وما يجيش كاع عاقد بزاف. وكتبدا تخلط. هو راه مع المده سبحان الله العظيم، دابا ملي غادي تخلطوه هكا. وطريقه الاستعمال ديالو كما قلت لكم، نص معلقه صغيره في الصباح على الريق، سواء خلطتيه بالعسل سواء خلطتيه بالحليب. دابا الناس اللي يخلطوه بالعسل بهذه الطريقه هذه ما كتستعملوش مباشره. دابا غادي نخليوه لمده ديال 3 ايام. غنخليوه لمده ديال 3 ايام. علاش غنخليوه لمده ديال 3 ايام؟
حيت هو سبحان الله العظيم فيه واحد الماده جيلاتينيه، يعني كيخصو حتى يرطب ويتنفخ، هذيك البذره تتنفخ واحد شويه باش ملي تاكل نتا كتستافد منه. اما الا كليتيه بهذه الطريقه هذه درتيه مباشره باقي ما تحللش وباقي ديك البذره ما تنفخاتش، ما غاديش تستافد منه 100%، ما يعطيكش النتيجه اللي بغيتي. ولكن الا خليتيه لمده ديال 3 ايام غيطلق في العسل وغيتنفخ البذره ديالو حتى الحجم ديالو غتلاحظ بانه تضاعف. يعني درتي النص غادي تقدر تلقاه وصل تقريبا حتى للفوق. المهم خصو يكون بحال هذا الشكل، التخليطه تكون على هذا الشكل يعني بحال هكا، وممكن تزيد واحد شويه العسل باش تضاعف تضاعف الحجم ديالو يجي هو هذاك. كما قلت لكم غادي في الاستعمال ديالو ان شاء الله من بعد 3 ايام غادي تاخذ نص معلقه صغيره، غير نص معلقه صغيره على هذا الشكل بحال هكا. هذا هو العبار اللي تاخذ، نص معلقه صغيره على الريق. ملي دوز نص ساعه ديال المكانه ممكن تفطر عادي سي نورمال، وغادي تولي ان شاء الله بخير وعلى خير. يعني قلت لك الا كتعاني من المشكل، عندك البروده، عندك نقص، يعني ما عندكش ديك الصلابه، عندك الارتخاء، عندك حتى السرعه، عندك الارتخاء، عندك السرعه، عندك الماء ناقص، الرغبه ما بقاتش، المشكل ديال الانجاب بالنسبه للرجال والنساء مخير في هذه المساله هذه، وبالنسبه اللي عنده الشهيه عيانه يعني وعنده الجهاز الهضمي حتى هو عيان، هو راه غيفيدك ان شاء الله وغيعالج فيك بزاف ديال المشاكل. وغني بالكالسيوم، الناس اللي عندها الكالسيوم ناقص، وفيه عده معادن، فيه بزاف ديال الفيتامينات وبزاف ديال المعادن، وغادي يفيدكم في الجسم. يعني وصفه طبيعيه فعاله ووصفه مجانيه، وغادي ان شاء الله تفيدكم كلكم غتشكروني عليها. تنتمنى كاع اللي شاف هذا الفيديو هذا يدير لايك ويبارطاجيه ويشارك معي في القناه باش يزيد يستافد من الفيديوهات المجانيه اللي كنحمل لكم هنا في القناه ديالي. مرحبا الف مرحبا، سواء الناس اللي كتتابعني في اليوتيوب او الناس اللي كتتابعني في الفيسبوك. شاركوا معايا، دعموني، نزيد نقدم لكم المزيد من النصائح والوصفات المجانيه، وان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم. تبارك الله عليكم ومع السلامه.